تعالوا نعمل احلى تورتية عيد ميلاد، عيد جواز، نجاح لحد من اولادنا. حاجة حلوة كده في البيت وتعمليها وانت مطمنة وجميلة حلوة. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. كده احنا عايزين 5 بياض بيض. نفصل الصفار عن البيض ونضرب في المضرب بتاع الخلاط. بس اهم حاجة ان الحلة بتاعة الخلاط تكون مفيهاش مية خالص. وكده بعد ما البياض بتاعنا اتضرب بيجي مارينج. احنا عايزين، شايفين المارينج قوام ازاي؟ شايفين؟ اهم حاجة ما يكونش نزل من المضرب، يبقى ماسك في المضرب. يبقى كده الخليط بتاعنا جميل حلو. نضرب عليه تاني. هنزل بالصفار بيضة بيضة، مش هنزل بيه مرة واحدة، بالتدريج. وهضرب، هنزل بيضة بيضة واضرب برضو تاني. شايف؟ نفس الطريقة كده، شايفين؟ وهضرب تاني، لان لو نزلت بيه مرة واحدة البياض بتاعي هيهبط كله. فانا مش عايزة المارينج اللي انا عملته يهبط معايا مع الصفار لما ينزل مرة واحدة. نضرب برضو، ننزل بقية الخليط. برضو عايزة اقول لكم يعني اعملوا الطريقة دي هتاكلوا احلى تورتاية، هتعجبكم بجد. شايفين كده؟ بعد ما ضربنا الخليط شايفين القوام بتاعه. هنزل بكوباية سكر بودر. الطريقة دي ما ينفعش فيها الا سكر بودر بس، ما ينفعش اقولك سكر سنترفيش، مش سكر بودر بس، يعني مش هينفع الا غير كده. هنزل برضو بالسكر برضو بالتدريج، مش هنزل بيه برضو مرة واحدة، خطوة خطوة وهضرب، خطوة خطوة واضرب، هنزل شوية شوية واضرب. ما نستعجلش وبالراحة لغاية لما السكر بتاعي يدوم معايا في البيض. ما نستعجلش، بالراحة ونضرب بالراحة. وكده خلصنا كوباية السكر كلها. كده القوام بتاعنا شايفينه؟ شايفين جميل ازاي؟ هنزل بذرة ملح، وهنزل بالفانيليا. الفانيليا حسب ما احنا عايزين، فانيليا بودر او سايلة. شايفين القوام؟ شايفين؟ كريمي، حاجة جميلة بجد يعني. شايفين؟ انا الحلة بتاعت الخلاط مش هتسيع معايا ان انا احط النشا، فانا جبت علبة كبيرة عشان احط فيها، عشان اعرف اتحكم في القوام. شايفين القوام حلو ازاي؟ كده انا محتاجة كوبايتين نشا. الكيكة دي من غير دقيق، هنعملها بالنشا. وننخل النشا وبرضو نقلب بالراحة من تحت لفوق بالراحة، ما نستعجلش. النشا هنزل بيه برضو على مراحل، برضو هعمله على 5 مرات، وانا برضو هنخل شوية شوية وهقلب نفس الطريقة زي كده بالراحة من تحت لفوق وما استعجلش. شايفين القوام؟ شايفين؟ مفيش تكتلات ولا اي حاجة فيه. كيكة من غير دقيق بالنشا هتاكل احلى كيكة واحلى تورتايه. شايفين القوام حلو ازاي؟ شايفين؟ احلى من الجاهز، يعني هتاكلي حاجة احلى من الجاهز من اللي انت بتجيبيه من بره. شايفين؟ نجيب جالب الكيك بتاعنا حسب ما احنا عايزين، مدور، مربع، قلب، اي شكل، مستطيل، اي شكل. انا دهنته مادة دهنية من تحت ورشيت عليه نشا، وهنزل بالخليط بتاعي. شايفين؟ مفيش تكتلات. هخبطه خبطتين على الرخامة وادخله الفرن على نار هادية. شايفين الكيكة بتاعتنا؟ شايفين هشة ازاي جميلة ازاي؟ شايفين طرية ازاي حلوة، خفيفة وحلوة. شايفين القوام؟
هنقطع هنا جانب الكيك بتاعنا حسب ما احنا عايزين، نقطعه على قطعتين او 3 حسب ما احنا حابين. هنقطع بالراحة، اهم حاجة تكون السكينة منشار لان مينفعش سكينة عادية. شايفين الجمال من جوه؟ شايفين حاجة كده تلج كده رهيبة؟ شايفين؟ ونقطع الجزء التاني وكده. بعد ما قطعنا نقلب الكيك بتاعنا، ندهنه بالسيرب، او ممكن لو مفيش سيرب ممكن لو في مربى عندنا ممكن تمشي برضو، ندهن بيها دهنة خفيفة. كريم شانتيه عادي، اي كريم شانتيه عندك ممكن تعملي بيه. نفرد اول طبقة، نفردها كويس. كل ما تكتري كريمة كل ما بيدي طعم احلى للكيك. كده الكريمة بتاعتنا بعد ما فردناها، انا هعمل فيها فواكه فواكه. ممكن تحطي فواكه مسكرة، ممكن ترشي جوز هند، ممكن ترشي مثلا فورماسيلا. انا هنا حبيت اعمل لها طبقة من الموز والمانجا مع بعض. شايفين؟ هفرشها كده كلها بنفس الطريقة. هرص الخليط الفواكه كلها. وكده بعد ما رصيت طبقة الفواكه كده هنزل بالكيكة التانية عليها، وبرضه هعمل نفس الطريقة اللي عملناها في الكيكة الاولانية، ان احنا هنعملها بالسيرب. ندهنها كويس كده. دهناها، عملنا طبقة كريمة وحطينا طبقة الفواكه بتاعتنا. وكده انا جلست الكيكة بتاعتي كلها بالكريمة، بس ما عملتهاش كريمة جامدة، انا عملت كريمة خفيفة على اساس التزيين يمسك في الكيكة. وكده بزينها الشكل اللي انت حابة تزيني بيه زيني بيه. شايفين؟ اي شكل حابة اعمليه كده. ممكن تعمليها كده لو حابة تعملي نفس الشكل كده وترشي في النص مثلا فورماسيلا، برضو حلوة، برضو هتدي منظر برضو. لكن انا هنا جبت لها ورد بيبقى جاهز بيتباع بره. شايفين الورد ده عجين السكر بس بيبقى ناشف. شايفين؟ ده ورد صغير هزين بيه. نعمل تورتيه برضو مرة تاني ونعملها ورد احنا في البيت. اوريكم ازاي الطريقة تعملوها ورد في البيت وتزينوا بيه برضو. اعملي الشكل اللي انت حابه. شايفين الجمال؟ شايفين؟ خطيرة بجد يعني ورهيبة. هنا برضو انا عندي برضو قلوب برضو صغيرة برضو هرشها برضو عليها. شايفين؟ وزينتها حاجة كده برضو تبع الحلويات برضو بتبقى زي التوت برضو زينت بيها. شايفين الجمال؟ شايفين القوام؟ رهيبة بجد يعني. تورتاية هتستغني انك تجيبوا تورتاية من بره بجد يعني. شايفين؟ جميلة بجد يعني. هتاكلي اطعم تورتاية في البيت هتعملها لعيد ميلاد جميلة، ولادك هينبسطوا بيها وهتعجبهم. لو عجبكم الفيديو بتاعنا ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو اول مرة تشوفوا الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وبالهنا والشفا، وكل سنة وانتم طيبين وعيد ميلاد سعيد.